الاهلي مع الجونه والاسباب، ويبدو ان كولر بيكتب نهايته مع الاهلي بايده. الراجل مصمم على عك، مفيش مدير فني عاقل واخد 5 بطولات وعامل كل الارقام دي يعمل الكارثه اللي عملها في مباراه الجونه. كولر مغير 8 لعيبه من التشكيل الاساسي، وبيلعب لاعب بيلعب برجليه اليمين باك شمال زي خالد عبد الفتاح، ومعاه كريم الدبيس بره. من المفترض كريم الدبيس ده انت جايبه بديل لعلي معلول. طيب لما علي معلول يغيب المفروض ان كريم الدبيس هيلعب، وانا شايف ان كريم الدبيس اخر مباراتين 3 او اخر مباراه لعبها مع الاهلي مباراه سيراميكا كان من افضل الناس في تشكيله الاهلي. فانت مقعد الراجل على الدكه. طب الدبيس ده هيلعب امتى في غياب علي معلول؟ ملهاش مبرر. تاني سبب واللي هو المهم هو رحيل سيد عبد الحفيظ، وبدا العند مع مجلس الاداره. كولر الخلاصه انه عايز يمشي من الاهلي، والموضوع كله في الشرط الجزائي. فمباراه الاهلي اللي جايه كلها هتبقى بالمنظر ده. الراجل عرف ان ممكن تبقى ناجح وفي الاهلي يتضحى بيك زي ما حصل مع سيد عبد الحفيظ. والراجل لحد اللحظه بتاعت امبارح كان طالب ان سيد عبد الحفيظ يرجع مكانه، لان الموضوع انفلت من تحت ايده. سيد عبد الحفيظ سيبك من السنين اللي فاتت، اخر فتره جه كولر فيها او من يوم ما كولر جه حققوا 5 بطولات. بص بعد ما سيد اتشال وكولر بقى لوحده الموضوع بقى عامل ازاي. الاهلي خسر من اتحاد العاصمه، خسر بطوله دوري السوبر ليج الافريقي، الله اعلم الدوري فيه ايه، الله اعلم بطوله افريقيا فيها ايه. فالموضوع هنا بقى ما اشبه بالعند مع مجلس اداره الاهلي. الراجل جاي له عروض كتير جدا، فبدا يفكر فيها. الاختلاف كله هيكون على الشرط الجزائي.